الجنيه المصري بينخفض انخفاض كبير أمام الدولار الأمريكي، وبيوصل ل 52 جنيه و42 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكل متابعينا في القناة. إن شاء الله اليوم معانا تحديث جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، والدولار النهاردة ارتفاع مفاجئ في أمام الجنيه المصري. ويا ترى إيه أسباب سعر الزيادة السريعة دي؟ وهل الدولار داخل على موجة صعود جديدة ولا لأ؟ يلا بينا نتناول الأسعار. سجل الدولار في البنك المركزي المصري 52 جنيه و29 قرش للشراء، 52 جنيه و42 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 52 جنيه و54 قرش للشراء، 52 جنيه و64 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 52 جنيه و60 قرش للشراء، 52 جنيه و70 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و52 قرش للشراء، 52 جنيه و66 قرش للبيع. في بنك CIB التجاري الدولي سجل الدولار 52 جنيه و56 قرش للشراء، 52 جنيه و67 قرش للبيع. مش عايز أطول على حضراتكم، من الواضح إن الدولار رفع بشكل شبه موحد في معظم البنوك المصرية، وده ممكن يكون مؤشر إن السوق داخل على تحركات جديدة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عايز تتابع أسعار الدولار لحظة بلحظة زائد التحليل، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تفعل زر الجرس، تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.